مباراة معظم جمهور الاهلي يقول لك يا عم كولر، حسين الشحات فين من بدري؟ طب نشط الحتة الهجومية من بدري. شفت انت لما عملت التبديلات؟ شفت الهجمات؟ وصلنا للجون قد ايه لمرمى فريق اورلاندو، وكنا ممكن عادي نجيب جون ونسجل ونكسب المباراة. ولكن بعيد كل البعد بقى، انا عارف كرة القدم يا معلم ممكن النهارده ما تبقاش في حالتك، ولكن رغم ان انت ما تبقاش في حالتك وحالتك الفنية سيئة، ولكن قدرت ان انت تطلع باقل الخسائر في يوم زي كده. فالنهارده في عوامل كتير جدا هنتكلم فيها كانت ضد الاهلي، منها عامل الحراره، الرطوبه العاليه جدا واضح جدا على الفرقتين، مش على الاهلي بس. سفر بقى وتعب، لا على الفرقتين، في كولينج بريك يا معلم على الفرقتين كل شوط، واللعيبه شايفها عامله ازاي، مع كمان الحاله الفنيه بالنسبه لمارسيل كولر، بالنسبه للعيبه. امام عاشور مش في حالته النهارده. بتتكلم في الحته الهجوميه، اسامه ابو علي لسه راجع، رضا سليمي الحاله البدنيه مش اللي هي، محمد طاهر ما كانش فايق. فانت معظم اللعيبه في الخط الهجومي يا معلم وفي نص الملعب اللي شايلك واللي يقدر يحركك مش فايقين. فانت لازم انك تبدا بسرعه جدا تغير لحم الفريق. فبدات ان انت تغير، انزل يا بيرسي. بدأنا نشوف تغييرات فين وفين، انزل يا قفشه في نص الملعب امسك كوره، لان الاهلي كان محتاج يمسك كوره في نص الملعب. وبعد كده لقينا طبعا بالنسبه لحسين الشحات اللي نزل غير الحاله حرفيا. ولو كان نزل بدري اكتر كنا هنلاقي سرعات وهنلاقي فرص اكتر بالنسبه للاهلي على مرمى فريق اورلاندو، وكان الاهلي يقدر كمان انه يسجل. ولكن خلاص انتهت المباراه بالتعادل زي ما بنقول كده ايه، او انا زي ما بقول لك في كل موسم وكل سيزون في دوري الابطال بالنسبه للاهلي، فدي حلاوه روح يا معلم. هو الاهلي كده، هو الاهلي كده يبدا دوري الابطال في دور المجموعات، يمكن الاداء مش احسن حاجه، يطلع مركز اول يطلع مركز ثاني، ولكن في النهايه بتلاقي الاهلي في الفاينل، بتلاقي الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا. ولكن واحد اهلاوي يقول لي يا عم قول ان شاء الله، قول يا رب. فانا بقول لك يا عم ان شاء الله في النهايه يكون الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا باذن الله. ولكن اوعى تزعل، اوعى تحزن، اوعى تشيل. انا عارف ان انت عاوز تشوف دايما فريقك في احسن حال، ولكن حط قدامك في حاجات واجهت الفريق، سفر وارهاق. وفي ارهاق السفر، مش بتكلم على ارهاق المباريات، يعني خد بالك بالفرق ده، لسه ارهاق المباريات لسه شويه كده، ولكن سفر في رطوبه عاليه جدا، اللعيبه لسه راجعه من اصابات، في غيابات متواجده. النهارده برضو كان الاهلي محتاج عند مارسيل كولر انه يدفع بحسين الشحات يمكن بدري شويه. مش هقول لك ان في بدايه المباراه هو كان بيشوف حاجه، ولكن ابدا نزل حسين الشحات من بدري شويه، نزل قفشه من بدري شويه، بيرسي تاو حرك الدنيا شويه عن حسين الشحات. برضو حسين الشحات اللي كان افضل الحقيقه، من افضل اللعيبه اللي نزلوا حولوا المباراه. ولكن الحاجه الاخيره بقى اللي حابب اتكلم فيها واللي شفتها في عنوان الفيديو هي فضيحه تحكيميه ضد الاهلي. اه يا عم فضيحه تحكيميه الحقيقه ضد الاهلي. الاهلي يا معلم بعيد عن كل البعد، في بعض الاهلاويه يقول لك لا ما ببص، مش عايزين نتكلم على التحكيم والكلام ده كله، احنا كده كده اصلا ادائنا وحش. يا معلم ادائك وحش بس اطلب حقك. دور المجموعات ما فيهوش فار، ودي كارثه. النهارده يا معلم في كرة اسامه ابو علي بيتضرب في وشه، الكرة دي لو في فار الحكم يرجع ممكن يديله طرد، لا مش طرد انذار، فاولات لصالح الاهلي مش بيحسبها ويمشي. كور فاولات ما تحسبش اصلا على الاهلي، بيحسبها ضد الاهلي. ففعلا الحقيقه النهارده لا، الحكم كان كمان معصلج الدنيا على الاهلي اكتر. في فرص كان ممكن الاهلي يعمل كاونتر اتاك، تلاقي الحكم مصفر يلعب يقف فاول، يعمل فاولات للاهلي ما يحسبهاش. فين وفين لما تلاقي يحسب لك فاول. يمكن شفنا ده في اخر المباراه، كان ممكن يحيى عطيه الله في الفاول، كان لو كان في فولو، كان في فولو قوي جدا على مرمى فريق اورلاندو، كان ممكن حد يعمل متابعه يا معلم وجون، يسجل جون بعد ما حارس المرمى وقعت من ايده. ولكن في النهايه الاهلي بيطلع بنتيجه تعادل، شايفها نتيجه ايجابيه خارج الارض. اللي جاي ده المهم في بطوله الانتر كونتيننتال بكره ان شاء الله، الفريق البرازيلي امام فريق باتشوكا. هنشوف مين اللي هيواجه الاهلي يوم السبت الجاي ان شاء الله. كل التوفيق للاهلي الفتره اللي جايه، يوم وعدى. ولكن في يوم زي النهارده الاهلي بيجهز لمباراه مهمه في نصف بطولة الانتر كونتيننتال. فكل التوفيق للاهلي، مباراة عدت وخلصت، ولكن مباراة عدت بحلوها ومرها، وحاجات كتير واجهت الاهلي النهارده الحقيقه. ورغم كده، والميزه اللي بتميز الفرق الكبيره عن الفرق الصغيره، ان انت مهما كان ايه اللي ايه اللي ضدك، وايه اللي وايه الحاله الفنيه السيئه اللي عندك، او اي حاجه سيئه ضدك،
فانت في النهايه بتطلع برضو باقل الخسائر، ودي الميزه اللي بتميز الفرق الكبيره عن اي فريق تاني صغير. وكفايه عظمه لحد كده.